السلام عليكم ومرحبا بكم، رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. نرحبوا بكم في عدد جديد من برنامجنا جاوب صح تربح. سؤال حلقتنا لنهار اليوم راح يكون، تابعوا معنا. السؤال يقول: في أي دار كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام سرا؟ دار تاع صحابي من الصحابة، نعم. أو دار أبو بكر الصديق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. كل عام وانت بخير. كان في واحد الدار درقة يدعو للإسلام، ما يفيقوش به كفار قريش. تاع من هذا الدار؟ ما عنديش إجابة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم للجميع إن شاء الله، علينا وعليكم. السؤال يقول: في أي دار كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام سرا؟ دار صحابي من الصحابة. الله ربي يعلم. دار أبي بكر الصديق. في دار صحابي من الصحابة كان يدعو سر. أبو بكر الصديق. في دار أبو بكر الصديق. عمر بن الخطاب. شكرا على المشاركة. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. في دار صحابي من الصحابة كان يدعو سرا لكي لا يعلم بذلك قريش. الأرقم واقعي. في دار الأرقم هو صحابي، كان من الصحابة. من الأرقم. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. إجابة صحيحة، ألف مبروك عليك. الهدية المقدمة من طرف كوسميتيك بومبري. إذن ألف مبروك عليك الهدية المقدمة من طرف كوسميتيك بومبري. يعطيك الصحة. الإجابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. ألف مبروك عليك الهدية. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ومرحبا بكم في كوسميتيك تاعنا البومبري. كما راكم شفتوا الكوسميتيك، عندنا أسعار ما شاء الله يعني. ومرحبا بكم. تلقاو الحانوت تاعنا في ليسينسون البولفار الكبير. رمضان مبارك لجميع الشعب الجزائري. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لنهار اليوم. نتمنى تكون عجبتكم الحلقة وديتوا معنا معلومة مفيدة. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. سلام.